السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض الغريبة الدايبة الجميلة بمقادير سهلة وبسيطة جدا. تعالوا هنعمل مع بعض كوباية سمنة. كوباية السمنة دي هنحطها في التلاجة، كوباية سمنة من التلاجة. اهم حاجة تكون سمنة بلدي والنوع حلو عشان تطلع معاكي الغريبة جميلة وناجحة وطعمها جميل. معانا هنا نص كوباية سكر منخول، سكر بودر هننخله نص كوباية. هنبدأ نقلبهم كويس مع بعض. هنستمر بقى ان احنا نخلطهم بايدينا وندعكهم كده بايدينا لحد ما السكر والسمنة يتجانسوا مع بعض كويس جدا ويبقى خليط كريمي كده معانا. شايفين بقى ابيض وكريمي ازاي؟ هنضيف بقى الدقيق بالتدريج، كوبايتين دقيق. معانا كوبايتين دقيق منخولين، اهم حاجه ننخل الدقيق كويس. هنضيف الكوبايتين بالتدريج وهنلم بقى العجينه بتاعتنا. بس بعد ما هنلمها هنسيبها ترتاح في التلاجة لمده ساعتين. بعد ما ارتاحت معانا هجيبها هنعمها بايديا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طبعا اول حاجه هنبدا نشكلها زي ما احنا شايفين. هندوس بضغطه بسيطه بصبعنا الصغير. طبعا احنا عايزين نتاكد ان العجينه مظبوطه معانا ولا لا. هنجيب غويبويه هندخلها الفرن، هنشوفها لو فرشت معاكي يبقى هي محتاجه دقيق، ما فرشتش طلعت مظبوطه زي ما هي يبقى هي كده مظبوطه، عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. خلي بالنا من النقطه دي. فانا هنا ضفت معلقتين دقيق، خلي بالنا من النقطه دي كويس. هنجرب واحده وندخلها الفرن. فرشت معانا يبقى هي محتاجه دقيق، ما فرشتش وطلعت مظبوطه زي ما هي يبقى هي مش محتاجه اي حاجه، عشان انواع الدقيق بتختلف. انا هنا ضفت معلقتين دقيق بعد ما شكلتها كلها، خدت الصاج ده بسم الله ما شاء الله. طبعا عايزه اكتر هتضاعف الكميه. احنا هنا عاملين الكميه كوبايتين دقيق على كوبايه سمنه على نص كوبايه سكر بودر بس كده. بسم الله ما شاء الله. بعد ما استوت معانا جميله جدا هتدخل الفرن على درجه حراره 180. الفرن متسخن قبلها، ما بتاخدش وقت وسهله وبسيطه وجميله جدا وناعمه ودايبه جدا. وكل سنه وانتم طيبين. ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.